ربما الحكم كان متأكدا بدليل ولا لاعب من جانب فريق الرجاء احتج على حكم المباراة السيد عبد الرحيم اليعقوبي. أعلن عن ركلة جزاء بعد خطأ من محمد الحاج في متابعة الكرة، خطأان فادحان يكلفان الفريقين غاليا. نعم، العرقلة واضحة، العرقلة واضحة تماما على السلمان أو على يونس الحواصي من المدافع بدر بنون الذي نال البطاقة الصفراء. ركلة الجزاء من أجل تعديل النتيجة، الأهداف مبكرة. بدر بنون ينال البطاقة الصفراء ويتسبب في ركلة جزاء لأتلتيك تطوان. يا لها من بداية في هذه القمة، يا لها من بداية في هذه القمة، بداية فعلا سريعة وبداية مثيرة وبداية متميزة كيف لا، وهي التي تجعلنا نحظى بهدف والثاني قريب، بهدف للرجاء والثاني لأتلتيك تطوان. إذا نتابع كرة لزيد كروش أمام أنس زنيتي. زيد كروش وأنس كلاهما قصير القامة. هل يتفوق المهاجم على الحارس؟ أتلتيك تطوان الحمامة البيضاء. جول جول زيد كروش يعدل النتيجة للمات. الحسابات والرياضيات تربك الأرسيا.